أهلا وسهلا بكم يا أصدقاء مع فقرة جديدة في ينبوع الواحة. اليوم يا أصدقاء سنتحدث عن المحافظة على الصلاة، فالصلاة عماد الدين، وهي العهد الذي بين المسلمين، وحتى يحافظ عليها المسلم لا بد من تشجيعه منذ الصغر، فمن حافظ عليها منذ صغره لن ينساها أبدا، وبها تنصلح جميع أحواله، لذا يجب أن نسعى على الحفاظ على الصلاة وتشجيع من هم أصغر منا عليها، لأنها أولا أمر من الله سبحانه وتعالى، وأيضا هي أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أننا سنسأل عنها عند الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن هم أصغر منا أمانة في أعناقنا، علينا تشجيعهم ودعمهم حتى يحافظوا عليها، فعلينا أن نكافئهم ونحثهم على أدائها. فمن دخل المسجد من الأطفال فلا ننهره. إذا صحيح. أوكي صحيح، إذا صحيح اعكس. ولا نخيفه بل نشجعه ونشد على يديه حتى يستمر في الحضور إلى المسجد والمواظبة. ومن طرق تشجيعه جعلهم يحفظون قصار صور كمثل الإخلاص والفلق والناس، أو تنظيم مسابقات داخل المسجد، مثل المواظبة على الصلاة الصبح، مثلا تقديم الجوائز لمن يحضر الصبح من الصغار. أيضا يمكن سرد قصص قرآنية مثل قصة الإسراء والمعراج، ومثل قصص الصحابة رضوان الله عليهم. كل هذه الأشياء ترغب الصغار على المحافظة على الصلاة لتكون جزءا أساسيا في حياتهم حتى بعد أن يكبروا في العمر. وبهذا يا أصدقاء قد انتهينا من موضوعنا اليوم، على أمل أن نلقاكم في فقرة ينبوع الواحة. هذا أنا صديقكم ريان محمد، وصديقكم عمر عبد العزيز، نحييكم. نحييكم.